مثلا انا ومديحه فكرنا، مديحه من السودان، فكرنا في انه على طول حنجيب الاتحاد النسائي باعتبار انه عنده فروع منتشره، حنجيب منظمه قانونيه عشان نكون نتكلم عن البعد القانوني والليجل ريف. تحت شعار بالوحده النسائيه سنحقق الثوره الديمقراطيه، انعقد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 30-31 تموز 2021، وذلك في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. حضر المؤتمر حوالي 100 من الشخصيات والجمعيات النسائية من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مراعاة قاعدة التباعد الاجتماعي، بينما كانت بقية المشاركات عبر منصة زوم، إذ كان المؤتمر النسائي الأول قد انعقد في مدينة ديار بكر في العام 2013. ركزت جلسات المؤتمر الثاني على تحليل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة بصورة عامة، وعلى الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة من حروب وصراعات ونزاعات كانت النساء فيها ضحايا من الدرجة الأولى. وتطرق المؤتمر إلى تداعيات الأزمات الخانقة على النساء من تهجير قسري وسبي واغتيال ونزوح، وازدياد نسبة العنف ضد النساء بدرجة غير مسبوقة. وتم التأكيد بالمقابل على أهمية النهوض الملحوظ في النضالات النسائية ضمن الحراكات والثورات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب بلدان المنطقة. بناء على ذلك، وبعد تداول كيفية تذليل التحديات التي تواجهها النساء وتحويل المكتسبات النسائية والفرص القائمة إلى قوة فاعلة في مختلف المجالات، أجمعت المشاركات على ما يلي: تكاتف الجهود من أجل التصدي لجميع أنواع الاحتلال وإبادة النساء وتداعياتها، من الإتجار بالبشر، التهجير القسري، التغيير الديموغرافي، الاغتيالات السياسية، تفشي الأمية، الفقر، البطالة، التهميش والإقصاء. مكافحة الذهنية الذكورية السلطوية بكل أدواتها ومؤسساتها وانعكاساتها على أوضاع النساء، ومنها الموروث الثقافي والعادات والتقاليد، إقصاء النساء من مراكز صنع القرار، توسيع العلاقات أفقياً والعمل على التعريف بمختلف الثقافات، تخليد ذكرى الرموز النسائية الوطنية، العمل على تحقيق التوازن بين المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والتشبيك وتبادل الخبرات النضالية، الإعلان عن بناء تحالف نسائي إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتبنى رؤية نسائية استراتيجية شاملة أساسها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويهدف إلى بناء مجتمع قائم على الحرية والديمقراطية والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. تشكيل لجنة نسائية إقليمية تشمل ممثلات على المستوى الوطني معنية بتحديد الرؤية والأهداف واستراتيجية العمل وبصياغة خريطة الطريق، وذلك خلال سقف زمني أقصى 6 أشهر. تتبنى هذه اللجنة تنفيذ توصيات المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأخيراً، مناهضة كافة أشكال التطرف من ديني أو فكري أو قومي أو غير ذلك. عاشت الحركة النسائية الإقليمية، عاشت الحركة النسائية العالمية، عاشت الوحدة النسائية. المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية.